فيديو بعنوان المنتجات المصرية، مقاطعة المنتجات المصرية في العظمى السعودية. يلا بينا. ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ وعليكم طيبين؟ السلام. اليوم الاثنين 10/6/1447 الموافق 1/12/2025. اليوم موضوعي عن المنتجات اللي بتدخل المملكة العربية السعودية، سواء غذائية، سواء صحية، سواء سيارات، سواء مواد بناء. أنا نفسي أفهم إيه اللي بيحصل ما بيننا أو ما بين المصريين والسعوديين يعني. خلينا نجمل أي حاجة، أي شيء بيدخل السعودية. بس من ناحية مصر. كثر الكلام في الاسبوعين اللي فاتوا والاسبوعين اللي قبلها، يعني في خلال الشهر ده كله كثر الكلام عن موضوع الشوكولاتات اللي بتدخل عندنا في السعوديه من مصر، من جمهوريه مصر. أقسم بالله أنا كمصري ما كنتش عارف إن مصر بتعمل شوكولاتة. اللي عرفني الترند بتاع مقاطعة المنتجات المصرية في السعودية ده. طلعت مصر أصلًا من أكبر مصدري الشوكولاتة في العالم، مش بس للسعودية. مصر بتصدّر. لو أنت لو رُحت مطارات مثلًا في الصين، لو رُحت في هولندا نفسها اللي هي بتعمل شوكولاتة، هتلاقي شوكولاتات مصرية. أمريكا هتلاقي. إنجلترا طبعًا هتلاقي كتير، منتجات أصلًا إنجلترا مليانة منتجات مصرية. أنا شخصيًا ما كنتش أعرف، الشوكولاتة اللي أنا باكلها ديّة أو الشوكولاتة اللي أنا باجيبها ديّة أصلًا مصنوعة في مصر. أنا كنت مفكّرها دي شركات أجنبية عادي يعني. ف أنا عرفت من الtrend ده. لكن خلّيني أكمّل actually. وكثر عليها اللغط وكثر عليها الكلام، الحقيقه يعني حاجه مؤثره. طيب نرجع للاصل، اصل الموضوع. اي شيء يدخل هو أصلًا إيه فكرة المقاطعة؟ يعني أنت لمّا تيجي تقاطع منتج، أنت بتقاطعه ليه؟ يعني أنا كيوسف، أنا ما ليش دعوة بقى بمنتج مصري والّا منتج سعودي والّا منتج حتى أفغاني. أنا لمّا باروح أشتري منتج أنا باستخدمه، ما عجبنيش مش باروح له تاني، مش باستخدمه تاني. أو حسّيت إن في منتج بديل أفضل منّه سعرًا أو جودة، أو ساعات أنا باروح لمنتج جودته أعلى بس سعرًا بيبقى أغلى طبعًا. لإن كل حاجة برضه السعر بيتحكّم. يعني مثلًا خلّينا في موضوع الشوكولاتة، لقينا الشوكولاتة ب50 جنيه. آمم وأنا باحب الشوكولاتات وخبير فيها، بس في شوكولاتة ب100 جنيه ونفس الحجم. أكيد الشوكولاتة اللي ب100 جنيه اللي هي الأغلى جودتها أعلى. إلا بقى لو براند مختلف، فالبراند أحيانًا بتبقى كمان الشوكولاتة اللي ب50 جنيه بتبقى أحسن لو هو بس البراند المختلف بيبقى ليه سعر، لو هو براند مشهور وكده. ف فأنا بس دي بالنسبة لي ده مفهوم المقاطعة عندي. إن أنا في منتج ما عجبنيش خلاص مش هاشتريه تاني. في منتج أنا تجربتي معاه كانت سيئة والناس تجربتهم حلوة معاه، مش هاشتريه برضه. مع إن أنا يعني مع إن الناس كلها بتشكر فيه، بس أنا تجربتي سيئة معاه، ودي على فكرة بتحصل كتير. ف فأنا مش فاهم وكمان يعني أنا أتفهم مقاطعة المنتجات المصرية دي كلمة عامة، مش شوكولاتة بس، يعني كلمة عامة. أتفهم ده ممكن من دولة بتكره مصر، بس هل السعودية بتكره مصر؟ هل السعوديين بيكرهوا مصر؟ ما دي الفكرة بقى. إن أنا والله بجد ما فاهم يعني. ودي حاجة أنا ما بقيتش باخش على تويتر الصراحة، لإن أنا بقيت باكرهه أو إكس يعني من كتر ما أنا باشوف كمية الكومنتات fake، أو من كتر ما باشوف community بقى وِحِش أوي، يعني بجد. وتويتر بقى سيء بطريقة الواحد لا يتحمّلها الصراحة. وما فيش أي restrictions على الcommunity، ما فيش أي رقابة، ما فيش أي حاجة. فهتلاقي شتايم وهتلاقي حاجات وقرف وبتاع. بس أنا تجربتي مع خلّينا نتكلّم عن السعودية بس. تجربتي مع السعوديين، أنا اتعاملت معاهم في الشغل، اتعاملت معاهم عندي أصحاب gaming عادي بنلعب، بس خلّينا التعامل الحقيقي كان في الشغل. ما زلنا أصدقاء لحد دلوقتي. أنا يعني أنا حرفيًا عمري ما حسّيت إن هُم بيكرهوني، أو طبعًا أنا ما باكرهمش يعني. ف بالعكس أنا باحبهم أوي. وما زلت إن أنا باتواصل معاهم باقول لهم أنتم عاملين إيه ومش عارف إيه، وهُم بيتواصلوا معايا. ف فباستغرب لمّا ألاقي إن في اتنين بيتخانقوا، فمدخّلين الدولتين في بعض. يعني أنا كسبيل المثال، يوسف شخص مصري نزّل post على أو tweet على X بيشتم فيها السعودية.
هل ده معناه إن يوسف بيمثّل 120 مليون مصري؟ it doesn't make any sense صح؟ بس وit doesn't make any sense أكتر للشخص السعودي اللي هيخش يشتمه، لإن أنت كده بتقلل من نَفْسك إنك تخش ترد على شخص أصلًا شتام بيشتم في بلدك، ما ينفعش أنت ترد عليه، كذلك العكس لو شخص سعودي بيشتم ومصري يرد عليه، المصري كده بيقلل من نَفْسه، لإن طالما هو شخص بيشتم فهو هنا إحنا بعدنا كده عن يعني مش عايز أقول اللفظ بس اللي هو التربية يعني البيئة بتاعته كده، ما ينفعش طالما شخص بيشتم ما تردش عليه، يعني بجد والله العظيم يعني فكنا من حوار الفتنة والكلام ده، بس يعني أنا عمري ما يعني مش أكيد وخصوصًا يعني خصوصًا على الإنترنت، اللي هو أنا أشوف حد بيشتم فأرُد عليه، طَب أنا استفدت إيه لمّا هو معاه كيبورد وأنا معايا كيبورد ونتخانق على الكيبورد؟ لأن أنا متأكد مليون في المِيّة الحقيقة غير اللي على المواقع زي ما بنقول، زي ما أنا عمري ما خدت تجربة مع شخص سعودي أنا من صغري وأنا باتعامل مع سعوديين وما زلنا أصدقاء، ما زلنا بنحب بعض، ما زلنا في وِد ما بيننا، احترام، طبعًا على الحقيقة، أنا ف حاسس إن أنا اتكلمت كتير. ندخل السعوديه عندنا الرقابه على المنتجات هذه كلها، وعلى الجوده حقتها، وعلى مثلًا، يعني هو أكيد ما فيش منتج بُص مبدئيًا يعني المنتجات في مصر الرقابة بتاعة المنتجات اللي بتتصدر أقوى بكتير من أي رقابة للمنتجات اللي مش بتتصدر، لأنها أصلًا أنت عشان تعمل منتج في مصر وأنا يعني أعرف ناس حاولوا لازم يروح على وزارة الصحة، وزارة الصحة بتعمل شوية أبحاث وشوية حاجات زي كده عشان ياخد الترخيص، خد الترخيص بيطلّع عينات دورية وهكذا، ده اللي بيحصل عادةً في مصر، ما أعرفش طبعًا التفاصيل أكتر، ممكن حد دكتور في وزارة الصحة ممكن يساعدنا، لكن لمّا بتيجي تتصدّر بيبقى عليها رقابة أعلى وأكتر، وده في أي دولة يعني في السعودية عندكم رقابة، لمّا تيجي منتجات ليكم في السعودية تتصدّر بيبقى عليها رقابة تانية، لإن هنا أنت بتتكلم عن منتج رايح برّه، فده معناه اقتصاد، تصدير، هكذا يعني الحاجات دي، فلازم يتأكدوا 100% إن الدنيا تمام. ف فهل تفكيرًا يعني مبدئيًا يعني معظم الشركات اللي هو الشوكولاتات هي شركات أجنبية بتصنّع في مصر عادي. في مليون شركة أجنبية بتصنّع في مصر، وأنا لسه قاري خبر من كام دقيقة إن Volkswagen بتاعة العربيات هتبدأ تصنّع في مصر. شركات كتير هتبدأ تصنّع في مصر عادي، وبتصنّع زي ما في شركات كتير في السعودية بتصنّع، وفي منتجات كتير في السعودية السعودية في مصر. فهل وزارة الصحة خصوصًا اللي هي المنتجات اللي بتتصدّر لأي دولة هتعدّيها كده لو فيها أي مشكلة؟ عايز أقول لك يعني إحنا بناكل المنتجات ديّة وإحنا ما نعرفش إنها مصرية والّا لأ، لإن إحنا في تفكيرنا دي منتجات أجنبية. عندنا رقابه شديده على الموضوع ده، طالما انه يتباع في السوق. وأسمع إن الرقابة بتاعة السعودية اللي هي في الصحة، في المنتجات الغذائية بتبقى قاسية جدًا، حتى على المطاعم اللي جوّه السعودية بتبقى قاسية جدًا. كل الناس شايفته، معناته هذا المنتج مر على ايش؟ على هيئه الغذاء والدواء، اذا كان اكل او طيب يبقى إيه المشكلة؟ يبقى إيه المشكلة طالما عدّى على الرقابة خلاص يبقى الدنيا تمام، 100، 100 دخل السعودية، أكيد في منتجات بتترفض by the way فهتطلع برّه، بس إيه المشكلة بقى؟ ادويه. فمر عليهم وصرحت به، طالما انه تصرح لهذه الحاجات بالدخول للمملكه العربيه السعوديه فهي امنه مهما طال الزمان او قصر. إيه مهما طال الزمان؟ لكن تجي ايش فين الموضوع يجي؟ يجي الموضوع أيوه، في تركيبه الحاجه دي، فتلقى مثلا شركه جالاكسي او شركات كثيره تنتج اشياء كثيره. أوكي، فمثلا تصنع في بريطانيا يضيفوا لها شويه كريمه زياده، آه، تصنع في مصر ويقللوا الكريمه شويه. إيه؟ لا بجد إيه يعني مش فاهم. يعني أنا مش فاهم يعني إيه يعني يخفضوا السكر، يقتلوا السكر أوكي، على حسب البلد
اللي بتنتج الحاجات هذه. فكل بلد بتاخذ هي الشركه الرئيسيه عندها وبتصنع عندها، بس كل بلد بتصنع بطريقه احترافيه شويه. يعني خطأ يا صديقي مبدئيا. بس موضوع ان انا اقارن بقى مش عارف الشركه هي نفس الشركه بقى عندها فرع في انجلترا، في مصر، في السعوديه، هي نفس الشركه تمام. لكن ال... مش عارف اقولها لكم ازاي، بس يعني هو قال لي الكلمه بس. بتصنع عندها، بس كل بلد بتصنع بطريقه لا كل بقى احنا اتفقنا ان كل الشركات هي شركه واحده بس ليها فروع وهكذا. الشركات بتصنع بطريقتها، مش البلد اللي بتصنع. واحيانا كمان هم بيستوردوا الخامات، بس هنا في مصر مش بيستوردوا اعتقد. يعني في حاجات بتستورد طبعا، احنا لسه عندنا استيراد عالي، بس اعتقد في الشوكولاته مش بيستوردوا. ما عنديش معلومه، لكن خلينا نقول ان هم مش بيستوردوا في الشوكولاته. مين اللي هيصنع مصر؟ هل ده براند مصري اصلا؟ فالشركه هي اللي هتصنع. فهم اصلا ليه بيجوا مصر؟ ما هو مش عشان هيقللوا في الكريمه او عشان هيجيبوا لك خامات رديئه، لا ده اسم شركه برضه. يعني زي ما انت قلت جالاكسي ده اسم شركه كبيره. هو بيجوا مصر عشان اول حاجه التكلفه عليهم هتبقى قليل كعمال. لان حتى مش بس شوكولاتات، في اي مجال مصر عندها موارد بشريه كتير. فده معناه ان السعر ده، يعني زي مثلا لو السعر في بلدهم في انجلترا مثلا 5000 جنيه استرليني، في مصر هيبقى العامل تكلفته مثلا 1000 استرليني، 2000 استرليني ماكسيمم. ف يعني في فرق. يعني هو بيقلل 50% من التكلفه لما يجي مصر. بس ده الفرق. لكن هو عمره ما هيغامر باسم شركته. ولا وزاره الصحه عندكم هتدخل حاجه يعني وحشه. ولو قارنت يعني الاثنين، يعني انا ما عملت. انا بقيت يعني بجد الشوكولاته المصريه بالنسبه لي عادي. يعني أنا مش عارف، يمكن عشان انا مش عشان انا مصري اكيد. يعني في منتجات مصريه ما ببقاش استخدمهاش. انا حاولت استخدم منتج مصري مش هقول اسمه، وفي كاتيجوري معين ما عرفتش ورجعت للاجنبي. لكن في الشوكولاتات انا شايف ان الموضوع عادي جدا. شوكولاته طعمها جميل لطيف. بس الفكره ان الكلام مش على الشوكولاتات بس. يعني الفكره مش على الكلام على الشوكولاتات بس. احترافيه شويه. يعني مثلا ناس تقلل السكر، ناس تزود السكر، ناس تزود الشوكولاته، ناس تقلل الشوكولاته، ناس تزود الفول السوداني، ناس تقلل الفول السوداني كده. على كل بلد فيها شيء لها. حلو حلو. لو ده بيحصل يبقى انت بتروح، يبقى دي مشكله جالاكسي. دي مشكله البراند نفسه، مش مشكله المنتجات المصريه. يبقى انت كده بتقاطع البراند ده، تقول لهم ان انتوا المنتجات الاخيره ديت فيها كريمه اقل، كنتوا بتحطوا كريمه مثلا. يعني طب ما انت، ما ممكن يكونوا قللوا الكريمه ديت عشان الاسعار والتضخم والكلام ده. انا ما اعرفش طبعا. مش عارف، ممكن يكون كلامه اصلا غلط. يعني انا افتكر انه حلاوه شوكولاته جواهر اظن اللي كانت تجينا علب كده. انا بحاول اتخيل ان حضرتك قلت التاريخ في اول فيديو. حضرتك باين ان سنك كبير، واخد من وقتك انك تتكلم في موضوع زي ده، بس ممكن عشان توعينا يعني. عمرها من البدايه بتصنع في مصر، لكن مكتوب عليها جالاكسي عادي جدا. فليش كتر اللغط وكتر الكلام على الحاجات هذه؟ ليش؟ طالما انه المنتج هذا هيئه الغذاء والدواء السعوديه مصرحته. طب احنا من زمان، من يوم احنا اطفال صغار واحنا يا جماعه المنتجات المصريه بره مصر الناس بتدور عليها. لو حد راح انجلترا، الفاكهه المصريه اكتر فاكهه بتتباع هناك. هم بجد المنتجات المصريه من انظف الحاجات لما بتتصدر الناس بتدور عليها فعلا. البرتقال المصري من اكتر الفواكه اللي بتتشرى في امريكا. نجيب ادويه كنا من مصر. في ادويه ما هي موجوده عندنا بنجيبها من مصر، امر طبيعي وامر عادي، ليه ما حنتكلم عنها؟ فكتر الكلام وكتر اللغط وحاجه ما هي طيبه للشركات. في منتجات كتير مصريه في السعوديه، كذلك في منتجات كتير في السعوديه في مصر. ده طبيعي عادي يعني. في منتجات السعوديه بتستوردها هي مش محتاجاها اصلا. بس هي الفكره ازاي ان بيجي شركه زي شركه مثلا بيبسي، هي شركه امريكيه.
فييجي واحد مصري شغال في استيراد والتصدير ياخد يمضي معاهم عقد إن هم ييجوا يدّوا له المعدات الحاجات اللي هم يشغّلوه ويعمل بيها نفس المنتج ده ببيبسي، بس يبقى بيبسي مصر. الشركة بتبقى مصرية، بس بيبقى على حسب بقى العقد والكلام ده والتفاوض، بيدفعوا مثلًا فلوس سنوية ليهم أو بيدفعوا نسبة من الأرباح. المهم يعني إن الشركة أمريكية ومدّية franchise أو مدّية حقوق لشركة مصرية إنها تصنّع باسمها. ده اللي بيحصل في كل دول العالم، في السعودية، في مصر، كل دول العالم مش أكتر. بس في فرق إن الشركة تيجي هي اللي تصنّع. يعني أنا هنا شرحت إن الشركة مدّية لأ، أنت صنّع الحاجات ديّة وإحنا هنبعت لك الطريقة وكمان هم ممكن يكونوا الشركة بتمضي في العقد إن هم هيراقبوا الجودة. تمام. واعتقد شركات كبيرة زي بيبسي والحاجات دي بيراقبوا الجودة فعلًا. في شركات بقى هي اللي بتيجي تصنّع بنفسها. فده كلّه طبيعي، وكل ده عليه رقابة، وخصوصًا لو منتج بيتصدّر برّه أي دولة، عليه رقابة أكبر بكتير. ف تعالَ نكمّل. جميعا كل بلد فيها شركه مستفيده. والله الكيت كات هذا مثلا والله من جبل علي ما يصلح، والله الكيت كات هذا بريطاني، والله الكيت كات هذا ماليزي مثلا، يعني انا بضرب لكم مجرد امثال. طب هذه الحاجات كلها منتج كاتبه عليه هيئه الغذاء والدواء مصرح له في السعوديه، خلاص انتهى الكلام. هو امن، الطعم يختلف، هذا شيء مفروغ منه. الطعم يختلف، الطعم يختلف. مش عاجبك طعمه، ما فيش مشكلة ما تاكلوش، بس ليه تعمل حملة لأ، المنتجات المصرية وحشة، المنتجات المصرية رديئة، ليه؟ أنت مش عاجبك براند معيّن، خلاص، ما فيش مشكلة، ما حدش بُص، لا المنتجات المصرية أصل ده رزق في الآخر، والرزق عند ربنا، لا هيقف على سعودي ولا مصري ولا أمريكي ولا بريطاني. المنتج المنتجات المصرية لا هتقف على السعودية ولا السعودية هتقف على المنتجات المصرية. تمام. وما فيش حد بيقف على حد، الدنيا ديّة بجد يعني لمّا الواحد بيكبر في السن بيعرف إن ما فيش حد بيقف على حد، لا دولة بتقف على دولة ولا شخص بيقف على دولة على حد فمش عاجبك حاجة خلاص. ليه تاخد من وقتك إنك تشتم في منتجات مصرية، تشتم في مصر؟ أنا طبعًا باتكلم على الاتنين، بس mainly الموضوع ده، ليه يعني؟ إيه الفكرة؟ هتستفيد إيه؟ بالعكس أنت هنا يعني ربنا يعني أنت هنا بتأذي أخوك المسلم، بتحاول تأذي أخوك المسلم، ليه؟ كذلك برضه لو في نفس الطرف من مصر. والله أنا اتعودت كيوسف هاتكلم عن نفسي، لمّا أشوف حد بيشتم أنا ما أردش عليه أصلًا، لإن أنا هاقلل من نفسي. لإن أنا كده ما باعرفش أشتم، بس أنا لو دخلت أشتم مثلًا هو هيشتمني أكتر وأكتر وهيجيب لنفسي الشتيمة. وبرضه اتعلمت حاجة تانية، إن أنا لو شتمت حد أو شتمت مثلًا بلد أو شتمت حد في دينه، أنا كده باعرّض إن ديني يتشتم، باعرّض إن بلدي تتشتم، فأنا اللي هاخد سيئات وذنوب. أنا كيوسف شايف كده، ما أعرفش بقى الناس شايفة إزاي. كل واحد ليه طبعًا مرجعه الشخصي. بس آمن ولا مو آمن؟ هنا أهم حاجة في الموضوع إننا نقول إنه هو آمن ولا مو آمن. طالما إنه هيئة الغذاء والدواء حطت المنتج هذا وصرحت به و هو ليه السعوديين مفكرين إن إحنا بناكل أكل غير آمن بنموت يعني؟ أكيد في منتجات بتبقى وحشة و وممكن تعدّي، بس دي قليلة أوي، وبيتمسكوا في الآخر. زي ما أكيد عندكم، أكيد في نسبة بتتراوح بقى قليلة، كبيرة، صغيرة، بتاع أيًا كان. في أمريكا نفسها ناس كتير بيحصل لها food poisoning، يعني بيحصل لها تسمم. أمريكا، اللي هي كل الbrands دي منها تقريبًا. بالدخول معناته المنتج هذا آمن. انتهى الكلام عشان لا يكتر الكلام البلبل. طيب مثلا سيارات رينج روفر كانت تصنع في بريطانيا ودحين تصنع مثلا في مثلا والله ما ادري في اي دوله اسيويه تصنع كذا، اظن في كوريا ولا يعني، ما الناس ما تركب رينج روفر. يعني برضه تكملةً لكلامه، مثلًا في مصريين ما بيحبوش يشتروا السيارات المصرية، مش عارف ليه. أنا بالنسبة لي يعني هتبقى أكيد أوفر عليّا، وأكيد والله العظيم يا جماعة الشركة نفسها بيبقى الsecurity عندهم أو الquality assurance عندهم بتبقى قلقانة، بتبقى في أكتر حاجة بيستثمروا فيها.
يعني والله ما حد عمل عليكم مؤامرة، ولا أنتم هتموتوا لو ركبتوا سيارة مصرية. أنا باتكلم هنا على موضوع السيارات المصرية أو الشوكولاتة المصرية. ما فيش حد عامل مؤامرة، ما فيش مؤامرة أصلًا. اللي صنّع أصلًا كان بيصنّع وراح نام لقى روفر عشان مصنع في كوريا. لا، السعوديه ما شاء الله كلها الجيوب هذه الاند روفر شغاله وبيركبوها من كل مكان. تويوتا، سيارات تويوتا اغلبها بتصنع في ماليزيا. في سيارات كثير من تويوتا بتصنع في ماليزيا وفي غير ماليزيا. يعني ما هي حامله الشعار حق تويوتا يعني سيئه ابدا، ضمان الشركه عليها انتهينا. عقول، العقول هذه متعبه اصحابها. وانا شفت الفيديوهات حقت الشباب دول اللي بيتكلموا عن الشوكولاتات وعن هو بيتكلم عن الطعم بس ما سوى اي شيء ثاني. بالضبط. يعني إيه طعم؟ مش عاجبك الطعم ما تاكلش المنتج. عندك منتج أفضل، ما فيش أي مشكلة، ما حدش هيقول لك لأ. بس ليه تتكلم وتكبّر الموضوع لدرجة إنها تبقى حملة مقاطعة المنتجات المصرية عشان الطعم؟ يعني ثواني بس، خلّينا نفس المقياس. أنت لقيت منتج سعودي طعمه مش عاجبك مثلًا يعني، أنت هتعمل حملة منتجات مقاطعة؟ لأ، هتفكك منه وتروح تشوف منتج تاني، أجنبي، سعودي، مصري، أفغاني، أيًا كان. إحنا في النهاية مستهلكين. شفت الفيديوهات عن حقت الشباب اللي بيتكلموا عن الشوكولاتات. في من اخذ الفيديوهات ممكن يكون ضاف لها صوت، ضاف لها شيء. على العموم اي منتج في المملكه العربيه السعوديه منتج خاضع لهيئه الغذاء والدواء السعودي. طالما انه هيئه الغذاء والدواء السعودي صرحت بها معناته هذا منتج امن. زي الفراوله دحين اللي جايه من مصر في خلال الشهرين دي. الفراوله المصريه سيئه، الفراوله طالما انه الدوله ما صرحت بها ورجعتها البلد. هتلاقيه والله ما جرّبها، ده بيقول لك لسه جاية كمان شهرين، هتلاقيه والله ما جرّبها. يا جماعة والله العظيم شُفت تويتة على تويتر بيتكلم على النحل المصري مقاطعة النحل المصري. هي وصلت لكده، في إيه يا عم؟ المنشأ حقها او المصدر لها خلاص. هذا موضوع يخص الدوله. الدوله بتحمي، كل دوله بتحمي مواطنينها. فعندهم هيئات لهذه الحاجات، هيئه الغذاء والدواء، هيئه المواصفات العالميه، هيئه المواصفات والقياسات، موجوده حاجات كثيره. طيب الفراوله دي اللي بيتكلموا عنها دحين، الفراوله السعوديه ردتها السعوديه، اكيد لو المنتج خربان ما رجعوا. ولو المنتج صالح، انا دحين لي انا جنب الحلقه ساكن في جده، ما شاء الله تبارك الله منتج مصري مانجا بالهبل، ليه ما حنتكلم عنه؟ برضه زي ما أستاذنا الفاضل بيتكلم على موضوع أنت ليه ما بتقولش الحاجة الحلوة زي ما بتقول الوحشة. الفواكه المصرية اللي على فكرة في برضه سعوديين يقول لك دي معمول عليها صرف صحي. يعني إيه صرف صحي؟ يعني إيه صرف صحي؟ يعني فواكه وبعدين متهرمنة والكلام ده. ما علينا بالكلام ده. هو فكرته كده، طالما منتج مصري يبقى كده، ما اعرفش ليه. بس anyways، الفواكه المصريه برضو بتتباع كتير في السعوديه. الفواكه عامه المصريه فعلا من اعلى الجوده، يعني من اعلى الفواكه اللي في العالم من ناحيه الجوده ومن ناحيه الطعم. ف في فراوله موجوده، القشطه المصريه يسموها قشطه عبد الرازق موجوده في جده بالهبل بالملايين. ان شاء الله رحت الحلقه اصور لكم الحاجات هذه. لسه طالما انه هذا المنتج جيد وهيئه الغذاء والدواء كشفت عليه. انا ستيل مع ان ضد ان حد يطلع يتكلم. حتى يعني انا شايف إن الشخص ده ما اعرفش اسمه الحقيقه، شخص كبير ومحترم جدا يعني. بس انا شايف ان هو بيضيع من وقته يعني، لان الموضوع تافه. والله العظيم الموضوع تافه، وما اعرفش ليه في هوجة جدا بين السعوديين والمصريين. بس في الحقيقة اللي انا بشوفه في الحقيقة غير. بتعامل مع ممكن الناس دي مش عارف. برضه انا مش بتعامل مع سعوديين كتير، بتعامل مع نسبة قليلة قوي، كام شخص يتعدى الصابع يعني. وصرحت بدخولها، وهيئه الاغذيه السعوديه صرحت بدخولها. انتهى الكلام، انتهى الكلام البلبل الكثير. طيب اضرب لكم بس مثل بسيط. في نسكافيه اسمه جولف ولا حاجه زي، هذا المنتج اثنين، منتج سويسري ومنتج روسي. المنتج الروسي 28 ريال ب 30 ريال القاروره كبيره كده، قاروره كبيره. المنتج الروسي، المنتج السويسري يوصل ل 48 ريال، يعني الفرق 18 ريال. ما في في فرق في صغير. الطعم، نعم في فرق في الطعم، لكن هو في فرق في الطعم زي ما في فرق في السعر. يعني احنا بنشرح الف ب منتجات وتسويق والحاجات ديت. يعني مثلا في قهوه عندنا، في نوع معين من القهوه عندنا غالي جدا، انا ما بعرفش اشتريه وكمياته قليله قوي.
اكيد في فرق بالطعم ما بينه وبين المنتج اللي هو بيديني بسعر عادي، سعر طبيعي، اكيد. وطبعا براند بيبقى في السعر، بس اكيد في الطعم والجوده اكيد في فرق. ف فهل ده معناه ان المنتج يعني مثلا مثلا المنتج المصري بيدي لك شوكولاته ب 10 ريال، وفي منتج امريكي بيدي لك الشوكولاته اقل كمان في الحجم او نفس الحجم ب 100 ريال؟ ما ينفعش تقارن ده وده. ده مدي لك مكونات ب 10 ريال، ده مدي لك مكونات ب 100 ريال، اكيد في فرق. في ناس على قدها زي حالتنا مثلا هيروحوا يشتروا الشوكولاته اللي 10 ريال. في ناس لا انا عايز اعلى حاجه، يروح يشتري الشوكولاته ام 100 ريال. زي ما احنا عندنا برضو منتجات مصريه بتبقى مضروبه في 10 اكس، احنا ما نقدرش نجيبها مثلا، بس في ناس بتجيبها لا عايزه افضل حاجه. ده طبيعي، الف ب. هو نفس المنتج مصرح به من البلد دي ولا من البلد دي ولا من البلد دي، يعني ايش يعني؟ تخرب الحكايه. انا ما اسوي دعايه لاي احد ولا لي صلاح في احد ولا اقول دعايه لاي احد، بس انا حابب كلام عام. انتم عارفين، الجميع عارف انه انا كلامي عام للجميع. البرتقال المصري ما شاء الله تبارك الله بكميات كبيره لما يجينا في الموسم حقه، طالما انه المانجا المصريه مفيش ليها منافسه انا اعتقد. يعني المانجا المصريه نفسها في اجانب بيروحوا اسماعيليه، انا عمري رحت اسماعيليه، بيروحوا اسماعيليه عشان يعني انا مش عارف بقول ايه برضه، انا حاسس ان انا برضه بقول كلام يوسلس يعني. المنتج هذا كشفت عليه الهيئه وصرحت به يدخل. لكن الكلام الكثير والبعبعه حقت الناس، يا ناس والله اقسم بالله في كلام ما له امه لازم ينقال، في كلام ما له. يا جماعه بجد، والله عشان اخلص من الموضوع ده، الحقيقه غير المواقع. ولو شفت حد بيشتم او ايا كان، هو مش بيمثل غير نفسه، وما تردش عليه لان هو شخص غير محترم. الشخص المحترم دايما هتلاقيه بيتناقش او بينتقد نقد بناء، او بينتقد وهكذا يعني، او بيوعي الناس. لكن شخص من نفسه كده بيشتم. بعدين مصر 120 مليون، يعني انا مؤمن ان مصر فيها كل حاجه في العالم، فيها الوحش والحلو، كل حاجه كل حاجه. فانت 120 مليون، انت عايزهم يبقوا كلهم محترمين، كلهم حلوين، كلهم اغنياء، كلهم جامدين. ف في الاول وفي الاخر احنا مسلمين، و... وحتى مسيحيين مصريين. احنا يعني يعني ناس عايشين في سلام. المفروض اقرب دولتين لبعض، اقرب شعبين لبعض. ف يعني في بينا ترابط اكتر. الحاجات دي بجد ساعات بيبقى في ناس حقيقيه فعلا الحاجات دي بتاثر عليها. فدي نصيحتي، ان هو طنشوا الحاجات ديت. it doesn't make any sense at all. like it's حاجات مزيفه يعني فيك. ف بس كده.